السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، النهارده جايبه لكم مشتريات رمضان. معظم المشتريات انا لسه مش عارفه هو ده كده هيكفي معايا الشهر ولا لسه، بس ان شاء الله يبقى تمام على كده، وابقى كده جبت المشتريات بتاعت شهر رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وتقبل صيامنا وقيامنا. بصوا بقى، احنا هنبدأ مع بعض. قبل ما نبدأ ان شاء الله ونظبط دنيتنا، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك للفيديو، وكلامكم الجميل بصراحة بيشجعني. احنا بقالنا فترة كده ما بننزلش، كان عشان خاطر الامتحانات والانشغال في الامتحانات وكده، فشجعوني بس باللايكات بقى الفيديوهات الجاية عشان خاطر القناة تبدأ تتشاف وتترفع تاني في محركات البحث. فكنت حابه منكم انكم تدعموني الفيديو ده والفيديوهات الجايه ان شاء الله، بحيث القناه تبدا تتشاف شويه. هننزل الحاجات دي ونبدا نشوف مع بعض واحده واحده ايه اللي احنا جايبينه. هنزلهم ونرجع ناخد شنطه شنطه نفتحها ونشوف هنعمل ايه. كل سنه وانتم طيبين. نبدا مع اول شنطه معانا، وهي شنطه السكر. بصوا بقى، انا جبت 4 أكياس سكر. كان عرض كل كيسين عليهم باكو شاي. ماشي اهو. بصوا، 4 أكياس كل كيسين عليهم ايه؟ عليهم باكو شاي هدية. بكام كيس السكر؟ كيس سكر ب28. بكام باكو الشاي؟ ب11 جنيه ونص. يعني اقسمي من الخمسة من ال28 5 جنيه وربع من كل كيس. يعني بمعنى اصح واقف عليا ب 23 جنيه الا ربع. حلو جدا بصراحه، مفيش سعر سكر بالسعر ده. فقلت حلو منه، مش هجيب الشاي يعني، خلاص ابقى وفرت حق الشاي. سوري. بس فانا كده، وكان عندي بصراحه الشربات ماما كانت عاملاه لي قبل كده، فعندي، فقلت هستخدمه في اول رمضان، ولما احتاج على ما يجي اول شهر 3 اجيب سكر تاني بقى، ويبقى عندي اعمل بيه شربات، اعمل بيه حاجه. بس خلال الاسبوعين الاولانيين من رمضان انا مش هحتاج اكتر من الكميه دي. ماشي. فانا جبت 4 أكياس سكر، مع كل كيسين باكو ليبتون. وده كان عرض في كارفور كان عامله، فبصراحة كنت راجعة من الامتحان فاستغلته وجبته. فهو زي ما انتم شايفين، يبقى ده اول عرض معانا. ال4 أكياس دول اهم كده، معاهم ايه؟ معاهم باكوين الشاي دول، مش معلين اهو، معاهم باكوين الشاي دول. نعمل ايه؟ نجيب شنطه كمان. معايا عرض تاني عجبني قوي 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 ده بصراحه، وكان مميز جدا. هو عرض دقيق. كان عباره عن ايه؟ هقول لكم عباره عن ايه. بصوا العرض ده تحفه بصراحه، حلو قوي، عجبني، فاشتريت منه عرضين. هو عباره عن كل 3 أكياس دقيق معاهم ازازه خل. بكام اصلا كيس الدقيق؟ كيس الدقيق عامل اللهم ذكرني، ال3 أكياس ب55 جنيه. 55 جنيه هتخصمي منهم 15 جنيه حق ازازه الخل، فيبقى واقف عليكي ال3 أكياس ب40 جنيه، يعني كيلو ب13 جنيه وربع، حاجه زي كده. فالعرض ده حلو قوي. بصوا اهو، برضو كنت من كارفور، وكنت برضو بعد الامتحان وعديت اشتري حاجات ولقيته فجبته بصراحة. جبت منه عرضين، 3 معاهم ازازة خل و3 تانيين معاهم ازازة خل. حلو جدا. قلت نعمل بشاميل، نعمل حاجة في رمضان، بلح الشام، لقمة القاضي، اي حاجة يبقى معانا ايه الدقيق اللي هنستخدمه. نعمل معجنات كريب ايا كان هنعمله مع بعض. فقلت ايه، يبقى الدقيق معانا ويبقى كويس، ويبقى ايه الحاجة موجودة في البيت. فجبت 6 كيلو. استخدمناهم كلهم، ما استخدمناهمش كلهم يبقى لو فاض معايا حتى حاجة هنحتاجها في اخر رمضان باذن الله، وان شاء الله في عمايل الكحك والبسكويت والكلام ده. لكن انا جايباهم لان احنا لسه طبعا على رمضان شويه،
اسبوعين، لسه شهر كامل وبعد كده رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيدوا عليكم يعني باليمن والبركات يا رب العالمين. فلسه طبعا، فاحنا قلنا ان احنا هنجيب دول ونبدا ان احنا نعمل خلال بقى الشهر ده هتحتاجي اكيد يعني الاسبوعين الاولانيين من الشهر انت محتاجه محتاجه هتعملي كيكايه، هتعملي حاجه لغايه ما رمضان ما يخش عليكي وتبداي ان انت تستخدميهم في حاجات رمضان. فده كان عرض برضو حلو قوي عجبني فاشتريته، وبصراحه قلت لا حلو هجيبه. ده كان تاني عرض معانا. تالت عرض معانا وعجبني قوي 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 برضو، وكان بصراحه حلو جدا. احط لكم بس العروض كده عشان تقدروا ان انتوا تشوفوها معايا. ده اهو، وده اهو، اهو. تاني عرض برضو كان عاجبني جدا جدا في كارفور اشتريته، كان عرض الرز. عرض الرز كان يعني تحفه بصراحه. عرض الرز عباره عن ايه؟ هقول لكم عباره عن ايه، بحيث ان لو تعرفوا تجيبوا العرض لسه متوفر تقدروا تروحوا تجيبوا. بصوا بقى، هو كيلو الرز بكام؟ عامل 24 جنيه. حلو. اساسا انا بجيبه من الماركت اللي جنب البيت ب 25 جنيه، ب 30 جنيه من الماركت اللي جنب البيت ب 30 جنيه. حتى ان هم هنا لحظه كده بس عشان الاضاءه، بصوا هم هنا حتى كاتبين عليه اهو 30 جنيه. مش عارفه واضحه معاكم ولا لا. اهي ماشي. فانا اساسا والله بجيبه من الماركت اللي جنب البيت فعلا ب 30 جنيه. فرحت جبت ده اهو. اولا ارخص ب6 جنيه. ثانيا كيس الملح ده بجيبه بكام؟ بجيبه ب5 جنيه. يبقى انا واقف عليا كيلو الرز بكام؟ واقف عليا ب 19 جنيه. ماشي. كل كيس عليه كيس ملح هديه. يبقى وقف عليا كيلو الرز بكام؟ وقف عليا ب 19 جنيه، لان كده انا كنت هجيب ملح اصلا. فوفر لي حق الملح ووفر لي في حق الرز. وفر لي 5 جنيه في حق 6 جنيه في حق الرز، وفر لي 5 جنيه كيس الملح. يبقى انا موفره في كل كيلو رز 11 جنيه. ماشي. ده برضو حلو جدا يا جماعه. بصوا يبقوا شوفوا المجلات بتاعت كارفور، بتاعت هايبر وان، بتاعت فتح الله، بتاعت اولاد رجب، اوكازيون، بيم. الحاجات دي كلها بقوا شوفوها. والقريب منكم واللي تقدروا تستغلوا عروضه توكلوا على الله واعملوا كده، لان فعلا بتيجي اوقات بتبقى عروض حلوه جدا زي العروض دي كده. فدي عروض بصراحه حلوه قوي. فانا حابه ان انتوا لو كده تبقوا تسمعوا وتشوفوا. انا ممكن ابقى انزل لكم المجلات بتاعت كل مكان بحيث تشوفوها، واللي محتاج يروح يشتري حاجه يبقى يروح يشتريها. يبقى انتوا عارفين الاسعار وعارفين المتوفر وتقدروا تروحوا تجيبوا كده اهو. ده تالت عرض معانا وكان عرض تحفه بصراحه، تحفه. يبقى اشترينا الدقيق واشترينا السكر واشترينا الرز. كل سنه وانتم طيبين حاجات رمضان. عندي تاني؟ عندي بقى طبعا البقوليات. رحت للماركت جبت بقى شويه البقوليات دول. عباره عن هقول لكم عباره عن بس هطلعها بقى طبعا معاكم واحده علشان خاطر تعرفوا تشوفوها. اول حاجه معايا انا بحبها فول الصويا. انا بحب فول الصويا جدا، بحبه عشان خاطر بحب استعمله في كفته الفراخ، في كفته اللحمه او همبرجر الفراخ. ماشي. وبحب اعمل بيه حاجات فببقى بحبه في البيت. فدوت عباره عن كام؟ نص كيلو ب 21 جنيه، اقل من نص كيلو بحاجه بسيطه. ماشي. دي اول حاجه. تاني حاجه رحت جبت رز بسمتي، كان عليه عرض، كان ب 39 جنيه. جبت كيلو الا ربع ب 28 جنيه او 29 جنيه يعتبر.
جبت 2 كيلو منه. ماشي، مش 2 كيلو، يعتبر جبت كيلو ونص بقى. ماشي، جبت كيلو ونص لان انا جايبه كيلو الا ربع وكيلو الا ربع. لما باجي اجيب كيلو بصراحه كامل، الموضوع يعني ما بعرفش اعير، وساعات بنسى ان هو كيلو باخده استعمله، وبيبقى اكتر من الوجبه، فبيرطرط بصراحه ويترمي في حرام. بس وعندك الشعريه، جبت كيلو شعريه. كيلو الشعريه ب21 جنيه، حلو جدا 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 برضو سعرها. المكرونه برضو القلم برضو سعرها 21 جنيه. برضو جبت دول 600 جرام ب 12 جنيه ونص. جبت شوفان. الشوفان برضو بحبه عشان كفتة الفراخ بيبقى حلو قوي قوي في كفتة الفراخ بصراحة، بيبقى طعمه تحفة. جبت شوية مكرونات اهو زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. هقول لكم هنعمل بيها ايه، بس بطلعها كده معاكم. وجبت مكرونة سباكيتي، وجبت عدس بجبة، وجبت عدس ايه، عدس اصفر. هنعمل ايه بالحاجات دي؟ هقول لكم هنعمل ايه بالحاجات دي. العدس اصفر كده كده كل سنه وانتم طيبين، احنا في رمضان، فهنحتاج ان احنا ايه، شوربه خفيفه كده، مش شوربه اللي هي شوربه عدس، لا شوربه خفيفه نبدا بيها صيامنا، نكسر بيها صيامنا، فتقدروا تعملوا بيها شويه، بيبقى حلو قوي. انا عندي الولاد بيحبوا الكشري في اواخر رمضان، بحب اعمل لهم كشري بصراحه، بيبقى الوقت ضيق وبيبقى تنظيف برضو اواخر رمضان، او كحك وبسكويت وكده. انا عندي بيحبوا الكشري جدا، ولو قعد يومين ما بيتضايقوش منه، فحلو قوي بالنسبه لي لاخر رمضان ان انا اعمل لهم كشري مصري، فده بالنسبه لي حاجه لطيفه. مش هقدر استغنى عنها. فطبعا معاها نص كيلو مكرونه ب 11 جنيه، علشان خاطر الكشري، ونص كيلو من ده كمان علشان الكشري برضو ب 11 جنيه. ماشي، وعندك دي اكله. وهنا بقى هقول لكم انا عندي حوالي نص كيلو مكرونه جوه، هبقى احطهم مع المكرونه دي بحيث تبقى مشكله مع الكشري، بيبقى احنا بنحبها كده، بنحط عليها قلم. ودول هعمل بيهم صينيه مكرونه بشاميل. ماشي، ودي ممكن في يوم وجبه مكرونه بالصلصه. وعندي اكلتين كبسه، والشعريه بستخدمه مع الرز دايما. فكده دي البقوليات والحاجات اللي جايباها من البقاله يعني. جبت ايه كمان؟ جبت شويه بقى بهارات معايا. ماشي، عشان ايه نستخدمها. عندكم الاول ورق لورا، ده طبعا لا غنى عنه. جبت قرنفل ب10 جنيه. ماشي، جبت ايه تاني؟ بصوا الماجي، طبعا الماجي انا بجيب الكبيره دي ال24 قطعه، بخليها عندي وبسحب منها. مضره، مضره، بس بصراحه بتخلي الاكل كويس، يعني بتخلي الاكل حلو. ايه كمان؟ كفتة الرز اللي لا غنى عنها، بهارات كفتة الرز دي انا بعشقها جدا جدا جدا، وبحب لما اجي اعمل كفتة رز ان هي تبقى عندي بستخدمها، وبتبقى حلوة قوي 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 بصراحة، وما بقدرش ان انا استغنى عنها نهائي. دايما بستخدمها، ودايما بعمل بيها كفتة الرز، ودايما بحبها تبقى في البيت. اول ما جيت هنا العاشر ما كنتش لاقيها اصلا، اول مره الاقيها، فلما لقيتها جبتهم بصراحه. هعمل بيهم كفته الرز معاكم ونبهر بيها يعني، وتشوفوا الحاجه. هنا رحت جبت فلفل اسمر، ماشي، وليمون اسود، وكمون. انا عندي كزبره، عندي قرفه، عندي ايه تاني؟ وده حبهان جبته. عندي توم بودره، بصل بودره، بابريكا، الحمد لله دول اللي كانوا ناقصيني. جبت ايه تاني؟ جبت فرن، انا بحب فرن، بس ممكن اجيب برضو علبه سمنه روابي قشطه تساعد جنبيها. حلاوه، جبنه قريش هجيبها لكم. جبت ايه تاني؟ هقول لكم بقى جبت ايه تاني.
جبت جبنه موتزاريلا، كل سنه وانتم طيبين، علشان لو احتاجنا نعمل مكرونه نجرسكو ونحط جبنه يبقى عندنا. ماشي. وجبت زبده فرن، كان عليها عرض، بدل 150 كانت ب 125. وهنا في جنبنا شركه كده بتبيع زيت، كان جبت منها ما شاء الله ازازه الزيت ال5 لتر دي ب 325 تقريبا، 325. بس هو ده سعرها مش عرض، 325 بس. بصوا 5 لتر. ماشي. فجبت دول. كل سنه وانتم طيبين بقى عشان رمضان، ربنا يعود عليكم وعلينا الايام بخير. جبت ايه تاني؟ جبت حلاوه عشان السحور. بصي هم احتمال كبير هياكلوها طبعا، وهجيب تاني للسحور. ماشي. وايه تاني؟ جبنه قريش جبتها برضو. وجبنه قريش هنعمل بيها يعني وصفة جبنة اللي هي تعتبر زي المثلثات كريمي وكده، هنعملها مع بعض وهنشوف هنعملها ازاي، وهظبطها عشان ياكلوها في السحور بقى وتعجبهم. ماشي. فاحنا اهو كده الحاجات دي اهي، ادي الزيت وادي السمنة وادي الجبنة وجبنة موتزاريلا وحلاوة، وهنجيب فول وندمسه مع بعض، ونجيب حاجات تاني لسه هنجيبها. بس انا بحب اجيب الفول ليله رمضان كل سنه وانتم طيبين، يعني قبلها بيومين كده بجيبه بقى واقوم عاملاه. نيجي بقى على تنظيفات رمضان اللي هنستخدمها، او بمعنى صح قبل رمضان، علشان ندخل على رمضان تبقى الشقه نظيفه، تبقى الشقه كويسه، عشان خاطر نقدر ان احنا ايه نقيم الليل ان شاء الله ونصلي التراويح ونداوم على قراءه القران. ده فلاش جايباه عشان انضف بيه الحمام واعزكم الله، والاحواض والبانيو. ده بريل بلسم، عشان ايدي بصراحه من الشتا نشفت والله العظيم، فلقيته اشتريته. جبت كلور خام عشان هحتاجه كتير جدا. ماشي. جبت منه 2 لتر او 2 كيلو، حلو جدا. وجبت كلور الوان، دول كده اساسي معايا تنظيفات العيد، تنظيفات رمضان. وحاجه كمان اساسيه، بصوا حلوه قوي دي، حاجه اسمها عجينه غسيل. ماشي. عجينه الغسيل دي حلوه قوي قوي في التنظيفات، بتخلي التنظيفات حلوه قوي وبتنضف الحاجه قوي، حلوه في الغسيل الابيض قوي قوي. ده بريل سايب، بستخدمه بصراحه عشان خاطر ايه، يساعد معايا. ما بحبش استخدم البريل بقى، حرام بصراحه في الحمام وكده، فبستخدم السايب ده بيبقى افضل. ودي برضو عجينه الغسيل. العجينه دي يا جماعه جربوها حلوه قوي. دي اسفنجه مواعين اهو، دي اسفنجه مواعين. انا كان عندي اريال فما جبتش بصراحه، انا كان عندي اريال فما جبتش. ده يقعد معايا مثلا شهر ده ان شاء الله، وممكن كمان جزء من الشهر الجاي. فانا عندي اريال كده، المنظفات بتاعتي موجوده كده، الاريال والبريل والفلاش بقى. بصوا لازم 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 تجربوا عجينه الغسيل. عجينه الملابس دي حلوه قوي. كلور الخام حلو في التنظيفات عن كلور العلب، لان بصراحه بيبقى مركز جدا. غسيل وده كلور الالوان برضو بيبقى حلو قوي وسعره حلو. وده يا دوبك ب5 جنيه بريل، وهتشوفوا هنعمل بيه ايه في التنظيفات ان شاء الله. فدي كده المنظفات بتاعتي بتاعت الشهر ان شاء الله اهو، والاريال والحاجه، وكل سنه وانتم طيبين.
كده اهو معانا الحاجات اللي احنا جبناها. يبقى جبنا 6 كيلو دقيق ومعاهم ازازتين خل، دول ايه على عرض. و5 كيلو رز معاهم 5 ملح عرض. 4 سكر و2 شاي ده عرض. والمكرونة الكيلو ب21 جنيه. الرز البسمتي ب39 بدل 50 او 55. جبت فول صويا، جبت شوفان، جبت عدس اصفر، عدس بجبه، كفتة رز، بهارات يعني كفتة رز. معاكي ايه تاني؟ ماجي، كمون، فلفل اسمر، حبهان. معاكوا حلاوة، جبنة قريش هنشوف هنعمل بيها ايه مع بعض. فرن سمنة او زبدة بمعنى اصح، ازازة الزيت، الجبنة الموتزاريلا. كده دي طلبات الشهر، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه كمان ومع بعضينا بقى.